الفيديو بتاعنا النهارده القطايف وعجينتها من الاول للاخر او من الالف للياء زي ما بيقولوا، وهنعملها بطريقه سهله جدا وبحاجات متوفره عندك في البيت. دبري ووفري عشان الاسعار الغاليه. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. هنعمل مع بعض النهارده عجينه القطايف. طبعا بره الاسعار نار. تعمليها في البيت بكوبايتين بس من الدقيق هتعملي كميه محترمه. عندنا مكونات بسيطه في كل بيت. عندي كوبايتين من الدقيق، عليهم رشه من الملح، وعليهم كمان نص معلقه بيكنج باودر، وعندي كمان معلقتين كبار من النشا. النشا ده بيخلي القطايف بتاعتي كريسبي وجميله. وطبعا الشيء الاساسي في ده كله الخميره، ومعاها معلقه كبيره من السكر. طبعا هبدا ان انا انزل بالخميره الاول على شويه ميه ادوبها كويس. ممكن طبعا تسيبيها تغطيها لغايه ما تختمر، بس انا هشتغل بيها على طول. هجيب كده مضرب سلك، مش هستخدم، ممكن تستخدمي الخلاط. هبدا بقى ان انا انزل بالخميره بتاعتي، وهنزل هاخد كده شويه ميه فيها. هبدا ان انا اقلب كده بالمضرب السلك لغايه ما اوصل القوام بتاع الكيك، بس يكون ايه اخف منه شويه اهو بالشكل ده. ادي يا حبايبي لغايه ما نوصل للقوام ده. هو ده القوام المطلوب اهو. طبعا لازم تقلبي كويس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات في الدقيق بتاعنا، تبقى العجينه ناعمه كده. ممكن تصفيها، بس انا واثقه ان هي ايه ما فيهاش تكتلات. هبدا اسيب المضرب السلك، وهبدا ان انا اغطي البوله بتاعتي واسيبها كده في مكان دافي شويه، يعني ربع ساعه كده، تلت ساعه، وبعد كده نشتغل مع بعض في القطايف. وده حبايبي العجينه بتاعتنا بعد ما اختمرت. طبعا ايه هبتدي ان انا افش خمرها كده، ويلا بينا على البوتاجاز. طبعا انا حاطه على البوتاجاز الطاسه بتاعتي ودهناها كده زيت خفيف خالص. قول بسم الله، وهبدا انزل كده الحجم طبعا اللي انت عايزاه تعمليه. ممكن تحطي طبعا العجينه في ازازه، وتبتدي ان انت تشتغلي بالازازه، تعملي تسكبي كده الغطا بتاع الازازه، وتبتدي تعملي العجينه بتاعتك. طبعا الطاسه لازم تكون سخنه عشان البتاع دي القطايف بتاعتي ما تلزقش. هتبتدي اهي تعمل فقاعات، المعنى كده ابتدت تستوي. ادي حبايبي كده استوت وهو من تحت جميله جدا. طبعا مش عايزين تخلوها كده او اكتر مفيش مشاكل. طبعا هطلعها على فوطه مطبخ كده، وهبدا ان انا ايه تحشيها عجوه او مكسرات براحتك خالص. بس اديكي شفتي الطريقه سهله جدا وهتعجبك جدا في الطعم. طبعا ممكن تقليها، ممكن تشويها في الفرن. ازاي تشويها؟ ممكن تدهنيها كده بفرشه بتاع الزيت، بالفرشه الزيت هتدهنيها وتحطيها على طول في الفرن تحت الشوايه، تاخد من الوشين كده لون. وبعد كده تحط السيرب. طبعا السيرب زي ما انت عايزاه تقيل تعمليه كوبايتين من الدقيق وهم كوبايه ونص من الميه، وطبعا عصره ليمون، وتحطي كمان معاها ورقه فانيليا او معلش كوبايتين من الميه مش كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الميه ليهم كوبايتين سكر ليهم كوبايه ونص ميه. لو عايزه السيرب يكون تقيل شويه، لكن لو عايزه خفيف يبقى 2 و2 بس. هتبقى الكنافه او القطايف او اي حلويات لما تسقيها بالسيرب وهو خفيف تبقى كده طريه جدا. انتوا شايفين شكل الفقاعات ان هي كده ابتدت تستوي. هخلص واقلي شويه كده وارجع لكم. وادي حبايبي القطايف بتاعتنا مش محتاجه غير شويه مكسرات او شويه جوز هند كده من فوق عشان تبقى جميله.
ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. يا ريت تعجبكم الوصفه. كل سنه وانتم طيبين.